يا صباح الفل والورد والياسمين يا حبايبي، على عينكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي، قناة يوميات محمود وسولي. لايك جامد بقى. ماشي، جامد 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 قوي. وكومنت اجمد، وبلاش والنبي يا جماعه الله يبارك لكم يعني. انا افتكرت دلوقتي، بلاش الناس اللي بتخش عندي تكتب اي كومنت كده وخلاص وتطلع، لمجرد ان هي تعرفني ان هي خلاص دخلت القناه عنده واتفرجت على الفيديو. انا يا جماعه انا مش عايزه كده. يعني انا بصوا، يعني ما تكتبوليش كومنتات، بس ما بلاش يعني، بلاش النفاق. يعني انتوا تخشوا تكتبوا لي كومنت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ماشي وعليكم السلام، اللهم صل على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مش بقول حاجه طبعا، ذكر الله. بس يعني ايه، يعني حسسوني انتوا اتفرجتوا على الفيديو، ما تخشوش ترموا التعليق وتطلعوا تجروا من الفيديو. هو الفيديو هيعضكم؟ يعني يا جماعه بلاش المواقف دي. انا لما بخش عند حد انا ما بعملش معاه الحركات دي بصراحه. فيا ريت بقى ايه، شاهدوا الفيديو يا جماعه بالله عليكم. يلا، وعايزه بقى اتمنى اللي اول مره يشوفني مش مشترك في القناه عندي يشرفني بالاشتراك، على كلمه الاشتراك اللي بالاحمر تحت، ويدوس عليها ويدوس على الجرس عشان كلمه الكل تظهر عندكم، ويظهر عندكم الفيديوهات بتاعتنا اول باول. النهارده بقى جاي لكم فيديو مختلف تمام، انا اول مره هعمله معاكم، جديد وحصري معايا هنا في القناة. فدعموني بقى باللايك حلو كده، عشان اللايكات هي اللي بترفع الفيديوهات. بصوا بقى يا حبايبي، انا بطيخة. لو جبتي بقى بطيخة كده وطلعت قرع معاكي مش حمرا قوي وطعمها ماسخ كده ومش حلو، استنى انا هوريكم عامله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا استنى، لسه ما استطعمتش. ماما. ماما يعني بطلش احمرك يعني. ماشي، فاستنوا بقى كده برضه عشان انا برضه ايه لسه ما استطعمتش. والله يا جماعه مسكره حلوه. فالمهم بقى الفيديو ده ايه يعني، ملخص كده، لو حد البطيخه بتاعت طلعت قرع او طلعت مره ما يرميهاش. تعالوا بقى انا هوريكم نعمل فيها ايه مع بعض. يلا بينا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اول خطوه كده معايا، بصوا انا معايا اللبن اهو. طبعا كيلو بقى ونص الكميه طبعا اللي انتوا هتعملوها. تمام. معايا بقى هنا ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا النبي. استنى. بصوا حبايبي، انا جبت السكر البرطمان، لقيته كان السكر خلصان، يا دوبك فضيت حبه. بص هحط المقدار السكر، بص انا هحط السكر حسب الرغبه. انا هحط حوالي دي كده تاني معلقه، يا بركه بسم الله 3. مش هكتر، خليهم 4، يلا ان شاء الله مع حد حوش. تمام كده 4 معالق سكر معايا. انا مش هحط كتير عشان مش عايزه الحاجه تبقى محليه قوي. تمام. هنا بقى طبعا كل حاجه زي ما انتم شايفين اهو، ان قبل ما ارفع على النار. النشا بسم الله الرحمن الرحيم، كده معلقتين، معلقه قصدي، كده التانية، يعني يا دوب 3 معالق على قد كميه اللبن. وهخلي برضو هنا كده عشان لو احتجت تاني. هحط بقى هنا تكايه تانية كده ايه، بسيطه. عارفين ده ايه؟ دي بودره سحلب. بصوا هحط نص كده معلقه. بصوا طبعا ما تقلقوش من طعمها خالص. معلش مش عارفه زوري فيه ايه. وكله على البارد اهو. لحد بس ايه ما النشا بتاعتنا تفك كده وتدوب والسكر يدوب. بعد كده بقى بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو. بعد كده اروح رافعاه على النار على طول. تخيلوا تصدقوا ان انا جربت، قلت لما بلاقي نفسي بعمله على البارد بيكون اسهل بكتير من اللي لما بكون عاملاه على النار.
انا بقى هسيبه يغلي كده وياخد قوام كريمي. طبعا ما تشيليش ايدك من عليه. وهنرجع بقى نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا خلاص القوام تقل اهو. بصوا بصوا القوام. بس هو ده كده ايه المطلوب. ما خدش ثانيه، عايزه اقول لكم ما خدش ثانيه حرفيا، عشان كل حاجه اتعملت على البارد. بصوا عارفين بقى لو كنا عملناه على البوتاجاز من الاول كان زمانه قعد بتاع ربع ساعه. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيه ايه. بصوا بقى انا بعمل ايه دلوقتي. جبت كده 5 كوبايات شاي. طبعا انتوا مستغربين انا جايبه الكوبايات ليه وما صبيتهاش في اطباق ليه. هقول لكم دلوقتي لان في فكره كده خطرت على بالي هعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا القوام ما شاء الله ما شاء الله. الكاميرا مش مبينه شويه، نقربها كده. ايه يا سوري اللي انت بتعمليه ده؟ انت هتدوخينا معاكي ليه؟ تحطي في الكوبايات كده وبعد كده هتعملي ايه يا جماعه؟ اصبروا بس، ايه، ما تستعجلوش على رزقكم. شوفوا بس ايه الفيديو معايا للاخر، عشان دي فكره خطرت على بالي بصراحه وانا ايه وانا بعمل فايه، يعني عايزين نجربها كده مع بعض. بصوا انا هخلص بس الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وبعد كده ارجع اوريكم بقى في الاخر. بعد ما عملنا بقى اول خطوه كده مع بعض نعمل بقى كده ايه الخطوه الثانيه. هاخد البطيخ الحلو ده كده وهحطه ايه في الخلاط واضربه كويس جدا واصفيه. بعد كده بقى ارجع اوريكم هنعمل فيه ايه مع بعض. يلا بينا. بصوا بقى يا حبايبي اهو ضربته في الخلاط وبصفيه اهو كويس جدا، عشان لو كان في اي بذره كده في النص ما كانتش باينه او حاجه تنزل. بصوا بقى انا حاطه، بصوا بقى الخطوه دي حطيت طبعا المصفى من هنا، وبصوا عند الفتحه دي كده حطيت المعلقه دي. بصوا دخلت المعلقه هنا كده عشان المصفى ما تتزحلقش. بصوا بصوا بقى يا حبايبي بعد ما ضربت عصير البطيخ اهو في الخلاط قدامكم اهو صفيته كويس جدا. بصوا اهو. انا هعمل ايه بقى كده برضو دلوقتي؟ هنزل بالسكر برضو على البارد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هزود السكر شويه مع ان هي البطيخه مسكره، بس لا فعلا البطيخه مسكره مش هحط سكر كتير. هحط دوبك ال3 معالق اهو. وهنحط النشا بتاعنا برضو على البارد. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه التانية. ادي كده 3 معالق. احط حبه كمان عشان البطيخ ايه كتير. ادي كده 4 معالق.
بصوا هنا بقى في كمان تركايه كده اساسي. طبعا لون البطيخ ممكن يكون مش محمر قوي، وانا عايزاه يكون لونه احمر كده، الحمار بتاع البطيخ. هحط شويه، بصوا لون احمر من البودر اللي عندي ده. عندك السايل يبقى خير وبركه يعني. احط حبه صغننين قوي. بصوا انا حرف المعناه اهو. هتدي حمار ولون حلو جدا. واقلب بقى كده على البارد. بصوا بقى يا حبايبي، خدت الكوبايه اللي انا كنت قايله لكم عليها. بصوا انا مسكت الكوبايه كده وحطيتها في قلب الطبق كده اهو، قلبتها كده. طبعا ما كانتش نازله بالسهوله، فاضطريت ان انا اعملها انزل فيها بالمعلقه. فعشان كده بصوا يعني ايه متماسكه شويه. الخطوه بقى التانية. بصوا انا سبت المعلقه زي ما الكوبايه زي ما هي مقلوبه. بصوا وفضيت عليها بقى المهلبيه البطيخ. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، انا هجرب بقى كده معاكم وهشيل الكوبايه. اوه دي لزق التاني يلا مش مشكله بقى. لقيت بصراحه فكره الكوبايه بقى ايه مش نافعه، فقلت بقى ايه بالمغرفه كده احسن. عادي بقى، حتى لو الحته البيضه دي المهلبيه البيضه دي جه عليها شويه كده مش مشكله. بس انا هحاول على قد ما اقدر يعني ايه ابينها. لو حد عرف يعملها وينزل الشكل كده فايه يبقى كتر خيره يعني، عشان انا عانيت فيها لقيت نفسي برضو مش عارفه. ده شكلها كمان هتتدارى. ربنا يسترها بقى. بصوا بقى يا حبايبي الحلاوه والجمال بقى. بصوا حطيت بقى كمان كده عليها من فوق جوز هند كده وشويه زبيب. بصوا ما شاء الله. تستحق التجربه بجد، اتمنى انكم تجربوها ويا رب تعجبكم. المهلبيه البيضه بقى غطست تحت. شايفين الجمال ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اتمنى بقى يا حبيبي انكم تجربوها. ويلا كومنت بقى جامد كده ودعوة حلوة منكم. واشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في فيديو جديد. سلام عليكم.